السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم اكله حلوه قوي هتعجبكم جدا وتعجب ولادكم ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت حله حطيت فيها ميه، بس حله كبيره، بصلتين كبار. انا عايزه اطعم الميه بتاعتي، مكعبين مرقه، تمام، معلقه كركم، معلقه كركم كبيره اهي، رشه قرنفل مطحون يعني ربع معلقه على الطرف كده، نص معلقة فلفل اسود. لو ما عندكيش قرنفل مطحون حطي عود، حتى تلاتة اربعة كده، ونبقى نشيلهم بعد كده. 4 5 6 7 فصوص حبهان، 4 5 فصوص توم، شوية كزبرة ناشفة زي ما هي كده حب. كل ده هنشيله بالمصفى. بعد كده هنحط الفراخ بتاعتنا. مش لازم، انا مش بحط الفراخ في المية بتغلي، لا بحطها وهي باردة وبتطلع زي الفل وحلوة قوي. خلاص هحط الفراخ بتاعتي. انا عامله فرختين واقطعهم يعني التقطيعه اللي انت عاوزاها براحتك. انا مقطعاهم يعني ايه، يعني هي الفراخ ما كانتش كبيره قوي وما كانتش صغيره، وسط، يعني حوالي فرخه 2 كيلو. فانا قطعتها زي ما يعني انا حباها. انت براحتك التقطيع خالص. هسيبها طبعا تستوي كويس. حطيت ملح، سيبها تستوي كويس 3/4 تسويه. هعمل التوميه بتاعتي. خلاص هنسيبها تستوي، بقولك زي ما بقولك كده 3/4 تسوية، مخليهاش تتهري قوي عشان ما تتبهدلش مني وانا بعملها. خلاص اهي استوت زي ما انا عايزة اهو. يعني عملت فيه اوراق، عملتها سليمة كده لما حسيت ان هي صغيرة مش هينفع تتقطع اهو. طلع كل الكمية بتاعتي. في نفس الشوربة دي بعد ما اطلع الفراخ في نفس الشوربة هحط الرز بتاعي. هعمل رز بسمتي. حطيت حوالي 3 كوبايات رز كبار على كمية الشوربة دي. تبقى حلو قوي الرز بعد الفراخ ما بتتسلق، بقى طعمه حلو قوي من غير اي مادة دهنية خالص. ما حطيتش اي مادة دهنية، حطيتها في الشوربة بتاعتها وخلاص. عشان كده انا حطيت بصلتين كبار وحطيت التوم بتاعي، فطعم الرز ده مختلف هيعجبكم جدا ان شاء الله. ادي التومية بعد ما استوت، النشا والمية استووا على النار بقوا الشكل ده. هسيبهم يبردوا تماما. خلاص وادي الرز بتاعي بيستوي، اوطي النار عليه. خلاص اهو غلى، اهدي النار عليه واسيبه يستوي براحته. عبال ما احنا نخلص ايه باقي الحاجة بتاعتنا، هنروح على الرخامة. الخطوة المهمة دي ان الفراخ لازم تبرد خالص، ما ينفعش نحط لها اي كفر ولا اي حاجة عليها غير لما تبرد، هتفصل منك. نبتدي نعمل الخليط بتاعنا. كوباية زبادي كبيرة، لان انا عاملة فرختين فهحتاج صوص كتير. 4 5 معالق خل، رشة ملح، عصير ليمونة. ليمونة كفاية مش اكتر من كده عشان متبقاش مززة. نص معلقة كركم، نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل اسود. نقلبهم كويس. هحط توم باودر وبصل باودر، معلقة ومعلقة، دي بيديها طعم حلو اهو. معلقة توم باودر وبصل باودر. خلاص نقلبهم كويس. هنزل ببضاية. الناس اللي بتقول البيض بيطري الفراخ، لا خالص، البيض ما بيطريش الفراخ. البيض بيخلي الخليط اللي انت الكفر اللي انت بتغلفي بيه الفراخ ماسك فيه قوي وما يتشالش. الخطوه دي مهمه جدا. البيض اللي انت بتحطيه في الخليط ده بيخلي الفراخ تمسك. الخليط ده يخلي يمسك قوي في الكفر، ما يفكش منه خالص. تمام. هنحط الفراخ بتاعتنا ونبتدي بقى ايه، ندخل ايدينا في الموضوع. صعب جدا، الكركم بيمسك في الايد، فالموضوع احسن لك بصراحة جوانتي. انا كانش عندي،
لان اللون بيبهدلك ايدك خالص. الخطوه دي بقى مهمه قوي للناس اللي بتحب الشطه. هنعمل شطه كاننا جايبينها كريسبي من بره، معلقتين كاننا جايبينها حاره من بره. معلقتين شطه نحط عليهم شويه ميه يا دوب ندوبهم بس كده، مش عايزاهم سايلين. خلاص هنفتح الفراخ بتاعتنا بعد ما عملناها اهي قبل ما نحط الخليط. وحطي بقى شطه من جوه، كلي بقى. الناس اللي بتحب الشطه بس بتبقى حلوه قوي كده. افتحي كده الفراخ اهو، حطي كده شطه، تبقى مختلفه تماما وطعمها حلو قوي كأني جايباها من بره اهو. خلاص انا مش هعملهم كلهم طبعا عشان اللي ما بياكلش الشطه عندي اهو. بنفتح كده بايدينا حلو كده ونحط طبقه شطه حلوه كده من جوه. تمام خلاص كده. هنبتدي بقى نغلف الفراخ بتاعتنا بالخليط ده. هو مش قليل، لا انا مش عاوزه حاجه تزيد مني وتترمي، هو يا دوب على قد الفرختين اهو. هسيبه بس يتطعم كده منه شويه لغايه ما نعمل الكفر، يعني بياخد له حوالي نص ساعه كده مع بعضيه. عندي دقيق ذرة اصفر، ما عندكيش يبقى دقيق ابيض عادي جدا مفيش مشكله، ودقيق ابيض الاتنين على بعض. كوبايه وكوبايه. معلقتين نشا. التوابل بتاعتي هي اللي انا حاططها في الخليط، هي اللي انا هحطها في الكفر. توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كركم. بس مش هحط لا قرنفل ولا هحط بابريكا تاني، لا هما بس كده. خلاص نقلبهم بس كويس، مش هنعمل برضو كمية كبيرة، لما نعوز نزود عشان مفيش حاجة تتكب مننا خسارة. خلاص كده قلبناهم كويس، والفراخ طبعا بتطعم من الخليط اللي احنا عملناه اهو. نبتدي بقى نطلع. اقول لك كمان حاجة حلوة، ثواني هوريكي دلوقتي اهو. امليها كده من الخليط، عشان كده بقولك البيض مهم جدا لان بيخليه يمسك فيه، بيخلي الكفر ده يمسك في حته الفراخ بتاعتك وما يتفكش خالص اهو. هملاها كويس من الخليط اللي انا عاملاه. الخليط كتير بقولك مش قليل بس هو من تحت، فانا مش هعمل كميه كبيره عشان ما تتكبش مني لاني مش هستخدمه تاني. خلاص دوسي بايديكي كده واضغطي حلو قوي، الخطوه دي مهمه قوي. وتجيبي صينيه كده تحطي فيها الحاجات اللي انت الفراخ اللي انت تبلتيه خلاص وعملتي له الكفر بتاعه اهو. دوسي كده بايديكي واضغطي. خلاص سيبي بقى الفراخ بعد ما تعمليها في الكفر، سيبيها حوالي نص ساعه. لو عايزه تحطيها في التلاجة بقى كويس، ما حطيتهاش في التلاجة مفيش مشكله، خليها بره. بس احنا عشان الجو حر دلوقتي مش هينفع، فحطيها في التلاجة نص ساعه بعد ما تعملي كده اهو. دوسي كده بايديكي واضغطي، يعني مش تحطي وخلاص، لا اضغطي تعملك طبقة كريسبي حلوة قوي اهو. اللي فيها دي الشطة اللي بقولك عليها. خلاص كده هكمل انا بقى الكمية بتاعتي واللغوصة والبهدلة دي، وهوريكي هعمل ايه اهو. انا سبتها نص ساعة، حطيتها في التلاجة نص ساعة اهو. شايفة عاملة ازاي؟ بتبقى حلوة قوي لما بتسيبيها شوية مع الكفر ده. الرز بتاعي خلص، طاسة كبيرة على النار اهي. شايفة الرز مفلفل ازاي؟ حلو قوي من غير اي مادة دهنية. عاوزة انت تحطي بقى معلقة سمنة بلدي، معلقة زبدة براحتك في الاخر. خلاص كده. الطاسة بتاعتي طاسة كبيرة وتكون غويطة، دي شيء مهم جدا طبعا. ونحط زيت براحتنا بقى، لازم شوية زيت حلوين، لازم يعني ايه الزيت يبقى كتير عشان يحمرلك الفراخ كويس اهو. لازم زيت غويط، مهم قوي. الزيت يسخن ما يغليش، يسخن بس عشان يسويلي الفراخ كويس وما تحرقش مني وتاخد لون وهي لسه ما خدتش التشميعة بتاعت الزيت. خلاص يبقى الزيت ما يغليش، يبقى سخن بس كده. هحط الكمية بتاعتي، اول ما احس ان هي لونها غير هقلب. احنا مسويين الفراخ 3/4 تسوية مش تسوية كاملة، هنكمل بقى الربع بتاعها في الزيت اهو.
وما نغمقهاش، يعني نحاول ما نغمقش الفراخ بتاعتنا. مش هتبقى لونها، مش هتبقى طعمها حلو. يعني هي كده حلوه قوي لونها اهو، شايفين عامله ازاي؟ بجد لونها تحفه يا جماعه. طعم التتبيله كمان والخليط. الخطوه دي برضو مهمه، لازم نحطهم على شبكه او مصفى، يعني ما نرميهمش على بعض ونسيبهم كده هيتبقى الكفر هيطرى معاكي، مش هيبقى مقرمش كده وطعمه حلو. لا، لازم تحطيه على مصفى وتبعديهم عن بعض شويه كده، ما تلزقهمش في بعض. الخطوات دي مهمه عشان يطلع لك حته كنتاكي او فراخ مقرمشه حلوه قوي اهو. بسيبهم بقى شويه مع بعض، ما بلزقهمش في بعض، يبردوا دول واحط التانيين اهو. حط طبقه الفراخ التانية، كميه الفراخ التانية الباقيه عندي. شايفه لونها عامل ازاي؟ كفر ما بيتفكش خالص، ماسك فيها ما شاء الله. هخلص كل الكميه بتاعتي، وما نحاولش نملى الطاسه بتاعتنا، يعني نخليها مرتاحه كده واخده براحه، عشان يعني ايه تتحمر من كل ناحيه اهو. انا ما بحبش لونها الغامق قوي، الوسط حلو. شايفه بقلب فيها يمين شمال ما بيحصلهاش حاجه ولا بتتفك مني، ولونها حلو قوي اهو. شايفه انا بحطها في طبق، تحتيها طبق كمان بعد المصفى، تصفي الزيت اللي فيها. هنبتدي نغرف الرز بتاعنا. طبعا التقديم براحتك خالص. اكله حلوه قوي وكلنا بنحبها بصراحه، بدل ما بقت بره سعرها فظيع يعني فعلا السعر بتاعها بره زياده قوي قوي. لا، والفراخ ابتدت تنزل اليومين دول شويه احسن من الاول. نجيب كده فرخه ولا فرختين ونفرح ولادنا. شايفه لونها عامل ازاي؟ حلوه قوي بصراحه. انا عملت جنبها رز وعملت جنبها توميه، توميه بارده وتوميه بشطه، كأني جايباها من بره، ما تفرقش عن بره حاجه خالص. ما الا احنا عاملينها في بيتنا نظيفه، غاسلين فراخنا كويس جدا. انا ما عملتش يعني ما حطيتش الفراخ في محلول نقع المره دي، لان انا سلقتها خلاص. مش هتسلقيها يبقى حطيها في محلول نقع. اهي التوميه بتاعتي، التوميه البارده والتوميه المشطه طبعا، وشويه كاتشب وعيش كده، نوريهم بقى ايه كانها اكله من بره. بجد حلوه قوي، طعمها حلو. وبنغير شويه عشان ولادنا ما يزهقوش واحنا كمان ما نزهقش. كده كده هتعملي الفرخة نعملها بقى كده، يعني فهماني. قالت بطاطس كمان عملتها لهم أكلة كاملة يعني بصراحة اهو. الأكلة دي لو حبيتي تجيبيها من بره مبلغ وقدره. حطي كده بطاطس، طعم البطاطس مع التومية بيبقى حلو قوي. شايفين اللي فيها شطة دي؟ وادي التومية شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله حلوة قوي. باربع خمس معالق نشا، ونعمل برطمان تومية كبير. التومية نفسها، علبة التومية اللي هي قد علبة الزبادي الكبيرة ب25 جنيه. ليه؟ شوية مية ونشا. شايفين اهي الفراخ اللي جواها الشطة ما شاء الله، طعمها حلو، مستوية حلوة قوي. اتمنى تجربوا الاكلة، اكلة حلوة قوي بصراحة. بس زي ما بقولك، فرخة ممكن تعملها بالاجنحة، انا عملتها كذا مرة بالاجنحة، عندي عقنية برضو اهو. واكلة حلوة وكلنا بنحبها. الرز كده تحطي عليه التومية وبطاطس، بجد حلوة قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوها، وبألف هنا ومع السلامة.